السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم اخواتي معايا فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله باغا نتشارك معكم الشيار او البوشيار، المهم كل واحد كيفاش كيسميه، ما علينا. اهم حاجه البنات ان هذا الشيار هذا بلا عذاب بلا دليك بلا عجينه بلا حتى شي حاجه صراحه، راه شي حاجه اكثر من رائع البنات. ما كتضربوش عليه تماره نهائيا، غير كتخلطيه وكتخبزيه، راه كيجي غزال بزاف بزاف بلا عذاب، كيجي هشيش بحال القطن. شوفوا البنات كيفاش كيجي واعر بزاف. والله العظيم البنات ملي جربت هذا الشيء هذا الا حماقيت عليه احسن من هذاك الشيء اللي صراحه اللي كنضربوا عليه تماره والدليك والعذاب وما عرفتش شنو. هذا الشيء هذا راه كيجي غزال بزاف بزاف بلا تماره بلا دليك بلا عذاب. مهم غندوز معكم مباشره للطريقه والمكونات ان شاء الله باش ما نطولش في الفيديو بزاف. خديت هنايا واحد الغراف كبير عندي، هاد ديال الغراف ديال الماء، خويت فيه واحد الزلافه ديال الماء دافي، زلافه عامره. زدت عليه هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه ونص معلقه ديال الملحه. كيف ما كنقول لكم دائما البنات الملحه راه كتبقى على حسب الذوق. زدت هنا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وهنايا عندي زلافه ديال الفينو. انا البنات عندي هنا زلافه ناقصه شي شويه، المهم عمروا زلافه. من الاحسن الا كان عندكم يعني غتعمريها غديري زلافه عامره ديال دقيق الفينو. خديت واحد المعلقه كبيره هنايا وكنخلط المكونات مزيان قبل ما نطحنهم. صافي من بعد ما كنخلط المكونات مزيان دابا غنمشي غنطحنهم مزيان وغنرجع لكم. وهنايا اخواتي من بعد ما طحنت هذوك المكونات مع بعضياتهم حتى كيخرجوا لي هاد الفقاعات هكذا على هذا الشكل، المهم كطحنوهم مزيان. وجبت هنايا واحد كتاخذوا شي صوبيرا ولا بانيو ولا شي حاجه بحال هكا اللي غتكملوا فيه العجينه. انا خويت فيها داك العجينه ديالي، وجبت هنايا واحد زلافه عامره ديال دقيق الفورص، داك الفورص الرطب اللي كنستعملوا في الحلويات. كتضيفوا زلافه عامره وغناخذ واحد المعلقه، غتاخذوا معلقه اولا يعني داك الطراب اليدوي وغتخلطوا به بحال هكا. بغيتي تستعملي يديك راه غتستعملي يديك، ولكن من الاحسن انا في نظري غتستعملي غير شي معلقه بحال هكا اولا داك الطراب ديال اليد من الاحسن باش ما تلصقش، حيت هاد العجينه كتجي كتلصق في اليدين، يعني الا استعملتي يدك غادا تلصق لك في يديك بزاف وغادا تعذبك. هكايا كتجي ساهله. انا خلطتها كما كتشوفوا غير هكذا بهاد المعلقه. صافي البنات كنخليها في هاد البانيو، ما غنحولها ما حتى شي حاجه، غندير عليها واحد البلاستيكه ياك، وغندير فوق منها واحد الزيف غليظ حيت دابا كيف ما كتعرفوا بدا كيبرد الحال شويه. صافي غنخليها حتى تخمر. صافي هنايا اخواتي راه ما كاملاش وقيله حتى نص ساعه رجعت لقيتها خمرات، راه كتخمر بالسربه هاد العجينه، راه ما كتعطلش. من بعد ما كتلقاوها خمرات بحال هكايا وضاعف الحجم ديالها، راه كتخدموها بهذا الشكل هذا، كتخرجوا منها داك الهواء من الداخل ديالها. صافي هنايا غنبدا ندهن يديا بالزيت وغادا نبدا نشكلها على شكل كرات. حاولوا تزربوا عليها شويه، وراه واخا كتحسوا بها كتلصق شويه في اليدين راه ماشي مشكل. راكم كتعرفوا ان العجينه ديال الشيار دائما كتبغي انها تكون مرخوفه مزيان. هنايا كدهنوا البلاطو مزيان بالزيت اولا كديروها الطريقه كيف ما كندير انايا. المهم هنايا بعد ما شكلت هكايا كرات صغار، تشكلوا طبيعه الحال الحجم اللي بغيتو، ولكن من الاحسن ديروهم غير صغار باش ما يعذبوكمش منين تكرسوها وتبغيو تهزوها باش تحطوها في المقله كتجيكم ساهله. اولا الا كان عندك هذاك ورق الزبده غتستعمليه تقرصي عليه حتى هو كيعاون. انا قرصتها غير هكذايا مباشره في القصريه. المهم ما كتطلقوش العجينه بزاف البنات، كيف ما كتشوفوا راه المهم عينك ميزانك. هكا ما كنرقوهاش بزاف وفي نفس الوقت راه ما كنخليوهاش غليظه. المهم انا فاش بديت في الاول كنخبز راه مشى ليا داك المقطع البنات، ما رديتش البال ان الكاميرا كانت واقفه، ولكن ماشي مشكل. انا غنبدا معكم الخبيز بحال يلا باديه من الاول عادي. كترشوا المقيله هكذايا بالزيت صافي وكتهزوها هكذايا العجينه ديالكم وكتحطوها. وراه تقدري كيف تحطيها تقاديها شي شويه هكذايا بيديك الا بانت لك عوجه اولا.
رشيتها هنايا بشويه ديال الزيت صافي، وغنخليها تبدا طيب حتى غيبداو يخرجوا واحد الفقاعات. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات راه كيطلع واحد الصفوريه هكذايا مع الجناب، هنا باش كتعرفوها راها طابت وكيخرجوا هاد الفقاعات الفوق صافي. وهنايا غادا نقلبها صافي، هي راه كطيب على هاد الشكل، هذا هو الطياب ديالها. راه ما غتنقصوش البوطه بزاف وفي نفس الوقت ما ديروش البوطه مجهده. المهم هنايا هزيت وحيده اخرى، ولكن راه ماشي كتهزوها كتقرصوها وتخليوها، راه حتى كتحسوا بهذيك الاخرى صافي ما بقى لا والو طيب تحيدوها عاد كتقرصوا الاخرى. حيت كيف كتعرفوا هاد العجينه يعني رطبه بزاف، الا قرصتيها وخليتيها في القصريه غتجي غدا غير طرخه، ومنين غتجي تهزيها غادا تعذبك بزاف. المهم انا كناخذ هاد الفرشيطه، انا دائما هاد الطريقه ديالي كنديرها. الفرشيطه هادي كنبرك هكا على الجنيبات باش يطيبوا هادي صافي. من بعد ما كطيب كتعاودوا عاوتاني ترشوا المقله هكذايا بشويه الزيت صافي. وغنهز عاوتاني هاد الشياره الثانيه بحال كتجمعوا هكذا العجينه كيف ما كتشوفوا البنات. كيفاش كندير ليها بحال كنجمعها شويه بيدي صافي. ومن الاحسن تكونوا حاطين القصريه حدا المقله قريبه ليها، يعني ما تكونش بواحد المسافه، يعني باش ما كتطرخاش لك العجينه في يديك. هانتوما رشيتها بشويه ديال الزيت وكنخليها حتى كطيب على خاطرها. هنايا هزيت وحيده اخرى حطيتها في القصريه ولكن ما غنقرصهاش، غنخلي حتى نقلب هذه بعدا. ضروري كترشوا هكذايا بشويه الزيت قبل ما تقلبوها. صافي هنايا غنقلبها، انا كنقلب غير بهاد الفرشيطه. الا كانت عندك هذيك اللعيبه اللي كيهزوا بها البغرير، يعني كتجي هي مع المقله ديال البغرير، غتستعمليها تهزي بها هكذايا غتسهل عليك المأموريه. صافي هادشي اللي كاين البنات. انايا ما بغيتش نطول عليكم هذاك المقطع بزاف ديال الطياب. المهم راكم شفتوا معايا طيبت معكم 3 ديال الوحيدات، شفتوا معايا الطريقه كيفاش دايره. صافي هنايا وصلت معكم للاخر. هانتوما شوفوا تبارك الله هاد الشيار كيفاش كيجي البنات، راه كيجي غزال 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 غزال، شي حاجه اي كلمه قلتها قليله في حق هاد الشيار هذا. والله العظيم البنات راه كيجي رطب بحال القطن، غزال بزاف. وانا عزيز عليا ندهنو بالزبده والعسل. المهم نتوما تقدروا يعني اللي كيبغي بحال هكا زيت العود. المهم كل واحد والذوق ديالو، اولا غير العسل اولا الفرماج اولا المهم داكشي الاذواق كتختلف. انا كيعجبني كندهنو بالزبده والعسل مزيان وكنقدمو، وراه كيجي غزال بزاف بزاف البنات. جربوه راه ساهل بزاف ودغيا كيوجد، ما كياخذش وقت في الخميره، ما كيعذبكمش يعني في الدليك وما فيه لا تماره لا والو، كيجي غزال بزاف. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو حبيباتي. تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.